سلام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. معكم سارة وانتم كتسمعوا البودكاست اتي اوكلوك، بودكاست اللي فيه كنهضر على مواضيع عندها علاقة بالوعي، صحتنا النفسية، تحسين علاقتنا مع نفسنا ومع الآخرين. فإذا كنتي أول مرة تسمع البودكاست ما تنساش تشترك من المنصة اللي كتسمع منها دابا باش يوصلك الجديد. وقبل ما ندوزو لموضوع الحلقة ديالنا، بغيت نشكر أي واحد عمل لايك، تعليق، شارك الحلقة اللي دازت أو صار لي ميساج فيه اقتراح، ملاحظة إلى آخره. هادشي كيعني لي بزاف. ندوزو دابا الحلقة ديالنا. رجعنا كنعيشو في واحد العالم اللي طاغية عليه السرعة بواحد الطريقة اللي خيالية، وكيدفعنا غالبا على أن يبقى بالنا مشغول غير مع المستقبل، وكنبغيو دغيا نوصلوا لأهدافنا. الصبر كيقل مع هادشي ديال المقارنة، السوشيال ميديا إلى آخره. ففي بعض الأحيان في عوض ما يكونوا أهدافنا حافز لينا، كيرجعوا هما كيحبطونا، حيتاش كنشوفوا راسنا بعادين عليهم وكنقارن راسنا مع الآخرين. ففي هاد الحلقة غنهضر على الأهمية ديال أننا نبداو من النقطة اللي حنا فيها دابا ونركزوا على داكشي اللي متاح لينا أو الأشياء اللي عندنا متوفرة. كيف ما شفتي، عنوان هاد الحلقة هو إبداء بالمتاح، وهاد الفكرة أول مرة وعيت بالأهمية ديالها هي فاش قريت واحد الكتاب ديال ريادة الأعمال اللي فيه دكتورة سارة ساراسفاتي هضرات فيه على واحد التيوري ديالها اسمها إفكتواسيون، اللي فيها كتقول على أنه أي واحد جاتو شي فكرة ما خاصوش يتعطل باش يطبقها. بمعنى أنه إلا بغيتي تبدا شي حاجة كيف ما بغات تكون في أي مجال، ما تبقاش تقلب على شنو اللي ناقصك باش تبدا، ولكن قلب على شنو اللي عندك دابا متوفر باش تبدا به. حيتاش الا بديتي بواحد المايند سيت لانه ناقصك بزاف ديال الحاجات باش تبدا، غتبقى واقف نفس النقطه اللي انت فيها دابا. في حين الا بديتي بديك الشيء اللي متوفر لك، فبشويه بشويه غتبدا الطريق توضح لك، يبانوا لك معاها فرص اللي غيساعدوك تكبر الفكره ديالك، او لا اخطاء او نقاط اللي ممكن تغير او تفادى. هادشي تقدر تطبقو كيف ما قلت في اي حاجه، سواء مهاره بغيتي تتعلم لها، مشروع بغيتي تبداه، شونجمون دو كارير الى اخره. كل واحد فينا عنده ريسورسز ديالو، كاين اللي عنده اشخاص في المحيط ديالو يقدروا يساعدوه في واحد المجال، كاين اللي عنده موارد ماديه، كاين اللي عنده موهبه، كاين اللي عنده قدره على التعلم بسرعه. كذلك الانترنت اللي هو غني بمعلومات كثيره اللي رجع متوفر حاليا عند كل شيء الى اخره. هاد الطريقه ديال انك تبدا بديك الشيء اللي عندك وتبدا تكبر بشويه بشويه كتخفف حتى الريسك لانك توقع في اخطاء كبيره يقدروا يكلفوك بزاف، حيتاش بهاد الطريقه كتبدا تتعلم وتغير في طريقك باخطاء اللي تقدر تحملهم. مزيان انك تكتب اهدافك المستقبليه، ترسم واحد الرؤيه او فيجن على حياتك كيفاش بغيتيها تكون من دابا 5 سنين مثلا. هادشي غيخلي العقل ديالك يبدا يرد البال الاشياء او الفرص اللي غتخدمك وتساعدك على انك تحقق داكشي اللي بغيتي. ولكن الخطأ اللي تقدر ترتكبه هو انك تنسى ان الحاضر هو اهم حاجه في هذه المعادله. الا ما تحركتيش دابا او استمرتي بنفس الطريقه اللي كنتي تستمر عليها من هذه شحال، فديك الشيء اللي غيجيك في المستقبل غالبا غيكون كيشبه هادشي اللي كتعيشو دابا. زائد ديك الشيء اللي خططنا له يقدروا يوقعوا فيه مفاجآت. داك الشيء علاش الواحد ما خصوش يتعلق بديك الشيء اللي كيسحاب له هو مزيان ليلو في المستقبل. فنعطيكم مثال بواحد القصه. في التسعينات قرر واحد الكوبل انهم يبداو مشروع ديالهم ديال بيع الساندويتشات، وبداو بواحد العربه او كروسه اللي يطلقوا عليها اسم ستيسيس ديلايت. في الخطه ديال راسهم كانوا كيقولوا على انهم الا تمشى لهم مشروع مزيان فممكن في المستقبل يفتحوا مطعم خاص بهم. فبداو بديك العربه كيبيعوا الساندويتشات ديالهم اللي كانوا بالخبز ديال البيتا. فاش كانت كتجي البوستاج كان كيكون عندهم زحام بزاف، والناس كانوا كيبقاو يساينوا بزاف بيد ما تجي النوبه ديالهم. فهاد الكوبل بقى كيفكر في شي طريقه اللي يخليو بها الناس يزيدوا يصبروا. الحل اللي لقاو هو انهم ياخذوا البقايا ديال الخبز ديال البيتا، يزيدوا عليهم توابل ويحمروهم وكيرجعوا شيبس، وبداو كيفرقوهم فابور على الناس اللي كيساينوا. فبشويه بشويه الناس رجعوا كيجيو ماشي على ود الساندويتش
ولكن على ودك الشيبس اللي كانوا كيفرقوا لحيتاش كان لذيذ. فاش لاحظوا هاد الشيء رجعوا بشويه بشويه كيحولوا المشروع ديالهم من بيع الساندويتشات لبيع الشيبس، وبشويه بشويه بداو كيكبروا. ترجعت عندهم علامه تجاريه اللي كبيره اللي اسمها ستيسيز تشيبس. هاد الكوبل عمرو فكر غيجي النهار اللي غيبيعوا فيه الشيبس اولا خطوا ليها. كانوا مركزين على الخدمه ديالهم في الحاضر وكيحسنوا منها، ونهار اللي بانت لهم فرصه اغتنموها. فشنو غتربح الا بديتي من النقطه اللي انت فيها دابا بديكشي اللي عندك؟ اولا غتمرن عقلك انه يكون ممتن، غيرجع عندك grateful mindset حيتاش كتركز على الاشياء اللي عندك دابا في عوض ما تركز على اشياء اللي ما عندكش. ثانيا توتر او ستريس غينقص حيتاش كتكون مركز على الحاضر اكثر من المستقبل. ثالثا غتبدا تقسم اهداف ديالك بواحد الطريقه اللي هي واقعيه، الشيء اللي يخليك تقدر وتحتفل بانجازاتك الصغيره، وهادشي غيحفزك اكثر باش تزيد لقدام. النقطه الرابعه والاخيره هي تقبل المرحله اللي انت فيها دابا، وهذه نقطه مهمه حيتاش غتنقص ديك الريزيستانس او المقاومه اللي كتعيش فيها فاش كتكون رافض الواقع ديالك. فاش كتقبل المرحله اللي انت فيها دابا كتركز على ديك الشيء اللي يمكن لك تتحكم فيه ماشي ديك الشيء اللي ما يمكنلكش تتحكم فيه، وفي نفس الوقت you enjoy the process، كتستمتع بالرحله. غنختموا هذه الحلقه بواحد الرساله او نصيحه موجهه لي وليكم، حيت اغلبنا في معظم الاوقات كنستصغروا وكنستخفوا بزاف من ديك الخطوات الصغيره نقدروا نعملوا في الحاضر، حيت بالنسبه لنا ما كنشوفوش التاثير ديالها في الحاضر، فكيسحب لنا ما عندها حتى تاثير في المستقبل. كاملين بينكم بدينا غير واحد العاده صغيره، هذه عامين مثلا كان ممكن الواقع ديالنا يكون مختلف واحد المجال من مجالات حياتنا. نعطيو مثال الرياضه، تعلم لغه الى اخره. 10 دقائق في النهار ديال انك تتعلم واحد اللغه تقدر تبان لك دابا قليله بزاف ما عندها حتى تاثير، ولكن فاش كتفكر انكم بقيتي مداوم على هاد العاده الصغيره هذه عامين غيكون عندها تاثير كبير على مستوى ديالك في ديك اللغه. فما تستخفوش من القوه ديال الحاضر، small wins او الانجازات الصغيره اللي يقدروا يبانوا لك صغارين غيجي واحد النهار اللي غتبني بيهم شي حاجه اللي كبيره. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه واستفدتوا منها. ما تنساوش انكم تشتركوا من المنصه اللي كتسمعوا منا دابا وتخليو لنا ريفيو تعليق الى اخره، وشاركوها مع الناس اللي كتظنوا انها غتفيدهم. نتلاقاو في الحلقه الماجيه ان شاء الله. صلوا لي في راسكم.